السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ وحشتوني، اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنعمل زبادي بطريقه سهله جدا وهتعجبكم وهتكون موفره بالنسبه لناس كتير في البيت ان شاء الله. هنجيب معانا كيلو حليب من عند اللبان ونحطه في الكزرونه الفاضيه ونرفعه على النار. لازم اللبن بتاعنا يغلي، لان اللبن لما بيغلي بيقتل البكتيريا الضاره، فده ضروري لازم يغلي. وبعد ما يغلي نرفعه على النار، هيبقى ايدينا فيه، علشان انا مش عايزاه يعمل طبقه الوش بتاعه لما يغلي، عايزاه يفضل بخير من غير وش، مش عايزاه يفصل الوش لوحده. هقلبه كده شويه، واول ما بيغلي كده معايا على النار، او بصوا مفيش وش ولا اي حاجه، اول ما يبتدي الفوران هروح رافعاه حطاه في صينيه فيها ميه ساقعه من الحنفيه عادي، هبرد شويه، اقدر احط ايدي استحمل الحراره بتاعه اللبن، علشان الخميره بتاعتي ما تفصلش لما اجي احطها. الخميره دي عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايه زبادي، هفضيها في كوبايه مع معلقتين لبن، وافضل اضرب فيها لحد ما تنعم خالص عشان ما يبقاش فيها كتل، واروح حطاها. ممكن اضربها بالهاند بلندر، اضربها بالويسك، اضربها باي حاجه عادي، بس انا فضلت الطريقه ان هي تكون سهله وموفره، الادوات بتاعتنا تكون بسيطه من البيت، فهضربها بالمضرب بتاعي. هجيب بقى علبه الزبادي كده وافضيها زي ما وريتكم كده قدامكم في الكوبايه، ومعاها المعلقتين اللبن. علبه الزبادي كلها هناخد ان شاء الله علبه الزبادي كلها. ليه؟ لان الجو ساقعه فعايزاها تستوي بسرعه. هي الزبادي بتستوي بتستوي، امال بتمسك ازاي؟ فتكون ده بالنسبه لها سريع وسهل. كده هنقلبها كويس قوي قوي قوي، نضرب الزبادي وننعمها خالص، ونفضيها بقى دلوقتي على اللبن. اهم حاجه زي ما قلت لكم ان اللبن اقدر استحمل الحراره بتاعته. انا دلوقتي اوريكم ان انا هنزل فيه صباعي كده بالراحه، وعادي استحمله، يكون مايل للسخونيه، مش سخن، دافي كده يعني. هقلب بقى كويس قوي بالويسك بتاعي لحد ما الخميره بتاعتي تندمج مع اللبن، وابتدي افضيها بقى في الكوبايات بتاعتنا. طب يا ياسمين، لما انا هفضيها في الكوبايات بتاعتنا هتستوي ان شاء الله؟ طب هعمل ايه تاني؟ هتشوفوا معايا دلوقتي هنعمل ايه. كده انا اوريكم ان اللبن اقدر استحمله. اول ما افضيها دلوقتي، بعد بقى ما قلبته التقلبتين دول، هصبه في الكوبايات زي ما وريتكم دلوقتي. كده خلاص انسجم كل حاجه مع بعضها، هسمي الله وابتدي بقى اصبه. طبعا هيدلدق لان الكزرونه مش ليها وش، فهجيب حاجه زي شفشق كده بوش، ابتدي اصب في الكوبايات بتاعتنا. وهجيب الصينيه بتاعتي دي فاضيه تماما، ارص فيها الكوبايات. بعد ما ارص الكوبايات بتاعتي كلها، هروح جايبه ميه معايا بتغلي في الكاتل، او ميه على النار. لازم تكون بتغلي، طبعا لازم تكون بتغلي. وهكون مسخنه الفرن بتاعي كويس جدا جدا جدا، يعني انا سخنته قوي قوي قوي. اروح بقى مفضيه الميه هي بتغلي في قعر الصينيه، واروح بقى الفرن طبعا بتاعي شغال وسخن وكل حاجه. هروح جايبه دلوقتي صينيه تانية، علشان لازم اغطيه، فالصينيه دي عشان ما تتفاعلش مع الاكل اللي احنا بنسويه تكون ستانلس. ما عندكيش صينيه، باي حاجه غطيها، باي حاجه من على الوش، حسب يعني اللي انت عايزاه. انا هغطيه كده وابتدي بقى ادخله في الفرن بتاعي. بعد ما دخلته طفيت على طول. ودلوقتي بقى ده شكل الزبادي بعد ما طلع. طب انا غطيته ليه؟ انا جوه الفرن بغطيه، بعد ما الفرن بيبرد بشويه كده بروح مغطياه بدفايه بقى، بفوطه، باي حاجه معايا. بصوا شكل الزبادي طلع جميل ازاي، احلى زبادي. دي انا ده غطيته عشان الجو ساقع، مش هياخد معاكي وقت والله. انا ده بعمله بالليل وبطلعه الصبح، من بالليل الساعة 10 الساعة 12، اول ما تصحي من النوم الصبح هتلاقيه تمام وزي الفل. ولو الفرن بتاعك فيه لمبة، ممكن تشغلي اللمبة بدل الدفاية خالص، هتستغني عن الدفاية بتاعتك بعد ما يبرد بشوية، وتشغلي اللمبة وتسيبيه لحد الصبح يشغل عليه اللمبة بتاعتك، هتطلعي احلى زبادي. واسهل من كده مفيش. والطريقة يا رب تكون سهلة وعجبتكم، يلا طبقوها وهتعجبكم ان شاء الله وهتوفر كتير. انا عملت من كيلو الحليب حوالي 8 كوبايات زبادي، ولو عندك كوبايات اصغر ممكن تعملي 9، بس دول حجمهم كويس ووسط. والطريقة سهلة خالص والله. بصوا اقسم بالله في منتهى الجمال، طعمه تحفة جدا جدا. لو عايزه اللبن علبه الزبادي بتاعتك فيها وش كده زي ما بتجيبيها من بره، وانتي بتصبي الزبادي ارفعي ايدك لفوق شويه خالص، هيعمل رغوه من على الوش تعمل لك احلى وش. وكده الطريقه بتاعتنا يا رب تكون سهله بالنسبه لكم، ويلا طبقوها وما تنسوش اللايك والشير.